طبعا البارحة صار وياي موقف، اسمع الموقف وانت احكم بيني وبين العالم. صديقي اول شي هي مو سالفة تكبر نهائيا. المهم دا العب جيم، نزلت بامان الله وطلعوا وياي اثنين يعرفوني، حلو الحكي. فقالوا لي راح ندز لك طلب صداقة نريد نلعب وياك. قلت لهم راح اوافق لكم الطلب الصداقة واذا اقدر العب وياكم، بس ما راح اعطيك اكيد انه اقدر العب وياك. كان رأسا يقول لي شنو انت متكبر؟ هو انت عندك 13,000 متابع، قابل ايش قد عندك 100,000 متابع؟ قلت له صديقي هي مو سالفة تكبر، وانما يا اخي اني صار لي العب اللعبة مثلا لحد الان تقريبا راح ادخل بالسنة السابعة لان العبها من السيزون الثالث، وانت تخيل. زين اني صار لي 7 سنين، معقولة ما عندي اصدقاء العب وياهم؟ زين انت تريد نلعب وياك وفلان شخص يريد نلعب وياه وفلان شخص، اذا لعبت وياك ويا غيرك 10 راح يزعلون علي. فصديقي دائما انا من نجي هنا ترى مو احسن منك بشي، صديقي حالي حالك، بس انت من تجي تريد تلعب وياي يا اخي انا مرات جماعتي يفشرون ويغلطون وينتقدون اللاعب اللي موجود ويانا. يعني ما حد يخلص من انتقاداتهم وما حد يخلص من غلطهم وممكن انت تزعل. انا مرات دائما اوافق على المتابعين بس يا اخي ما اقدر العب وياهم. يجي يدز لي رسالة بالخاص انت متكبر، على شنو وافقت لي على طلب الصداقة من ما تلعب وياي؟ صديقي اذا وافقت لك ما تقول لي متكبر، ما وافق لك تقول لي متكبر.